الحق دولة والباطل جولة. هذا هو موضوعنا في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. الحق دولة لأن الله عز وجل سمى نفسه الحق، لأن الله عز وجل سمى نفسه الحق. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأنه هو العلي الكبير. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وخلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق، فتعالى عما يشركون. وأنزل كتابه بالحق، وأنزل كتابه بالحق، أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الحق عال والباطل إلى زوال، والباطل إلى زوال. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الحق دولة والباطل جولة، الحق دولة والباطل جولة. لأن الله عز وجل يقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الحق منصور والباطل مدحور، الحق ظاهر والباطل زائل، والباطل زائل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، وحتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتل. هكذا وعد الله، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. الله جل وعلا لا يخلف الميعاد يا عباد الله، فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. فالله جل وعلا وعد ووعده الحق ولقاؤه الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأنى تصرفون وأنى تؤفكون. فيا أيها المسلم اعلم أن الله سبحانه وتعالى وعد وعده الحق جل وعلا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. نعلم أن المستقبل للإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى سيمكنه لدينه في أرضه
بل إن الدنيا والآخرة جعلها الله عز وجل لأهل التقوى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ بقي الحق وأهله ومن يدعو إليه. أين أولئك الجبابرة؟ أين أولئك الجبابرة؟ أين الذين حاربوا الدين؟ أين فرعون؟ أين قارون؟ أين هامان؟ أين أبو جهل بن هشام؟ أين أولئك الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الذين كانوا يتبعونه يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدماه؟ أين أصحاب أحد من المشركين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذهب أولئك جميعا وبقيت دعوة الحق. وبقيت دعوة الحق. بقي النبي صلى الله عليه وسلم شامخا عزيزا، ورث تركة عظيمة ورثها العلماء، بلغوها جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا صافية نقية عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن الحق عال والباطل إلى زوال، ذلك وعد الله ولن يخلف الله الميعاد.